دكتور ياسر، هو في فرق في جودة الذهب حسب الصايغ أو المصنع؟ طبعا بيبقى فيه فرق من مصنع لمصنع ومن شركه لشركه على حسب المكن اللي موجود جوه كل شركه. حد تاني بيسأل وبيقول لو عندي مجوهرات ذهب مكسورة، هل من الأفضل أبيعها ككسر ولا أحاول أصلحها وأعيد استخدامها؟ حسب الشكل بتاعها ايه، لو اتصلحت هتتلبس وهتبقى كويسه فتمام، انما هي لو مش هتتصلح او حتى لو اتصلحت شكلها مش هيبقى مرضي او مش هيتلبس، يبقى الاحسن نغيرها على طول. حد برضه بيقول لك في الكومنتس، هو أنا لو عايز أنضف الذهب بتاعي أجيبه لكم ولا أنضفه أنا بنفسي؟ اكيد طبعا جيبهولنا، لان احنا عندنا كل الاجهزه والتولز المتخصصه في تنظيف الذهب، هرجعهولك جديد زيرو. حد تاني بيسألك يا دكتور وبيقول لك، هو انتوا هتفتحوا فرع قريب في ناحية مصر الجديدة والتجمع الخامس والحتة دي؟ علشان الحتة دي ناقصاكوا بصراحة. ده سؤال مهم جدا، اكتبوا لنا في الكومنتس ايه الاماكن اللي انتم محتاجيننا نفتح فروع فيها، واحنا هنجمع واكتر مكان يبقى الناس كاتباه هو ده اللي هنفتح فيه ان شاء الله، بس لازم يكون جوه القاهرة. آخر سؤال، حد في محافظة اسكندرية بيقول لكم أنا عايز أطلب منكم بس مش عارف أطلب إزاي، هل في توصيل أو حاجة شبه كده؟ اسكندرية بينها وبين الشيخ زايد ساعة وربع، الموضوع بسيط يعني، فتقدر في ساعة وربع تبقى موجودة عندنا. كان فعلا موجود عندنا دليفري، بس الفترة الأخيرة المحافظات فيها مشكلة، أول لما تتحل هنبعت لكم أو هنعمل لكم فيديو. تمام، شكرا جدا يا دكتور ياسر. شكرا جدا، وأي حد عنده أي أسئلة اكتبوا لنا في الكومنتس، وإحنا بنجمع كل الأسئلة دي ونعمل لكم فيديو نرد عليها. كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.